السلام عليكم، ازيك؟ عامل ايه؟ الاخبار؟ مساء الفل يا باشا. الله يخليك، هات لي الشيت من اللي هو حبايه اصفر وابيض ده. مفيش؟ طب في كبسولات؟ طب هات شريط، ولا اقول لك هات علبه كامله، هات علبه كامله. احنا معدتنا بتبلع الزلط يا عم، ولا ايه؟ ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عيد الاضحى خلص وعدى، وكل سنه وانتم طيبين، ويا رب يكون كان العيد ده عيد سعيد عليكم وعلى كل اسركم. النهارده حابب اتكلم على نوع غريب شويتين من انواع الادمان. مش ادمان المخدرات اللي كل الناس عارفاه، ولا ادمان السوشيال ميديا اللي ناس كتير اتكلمت فيه، ولا ادمان مثلا ادرينالين او الناس اللي بتحب ان يكون عندها ادرينالين رش او حاجه من دي. انا حابب اتكلم النهارده عن ادمان المسكنات. الناس اللي ما بتعديش اليوم بتاعها من غير ما تاخد حبايه مسكن، ايا كان نوعه، ايا كان الموليكيول اللي موجود فيه، او ايا كانت الماده الفعاله. بس هو ما بيقدرش يعدي يومه من غير ما ياخد مسكن. هو للاسف ما بيبقاش عارف ان هو مدمن، او ما بيبقاش شايف ان هو مدمن اصلا. يقول لك والله مثلا ظهري وجعني، او ايدي وجعاني، وعلشان كده انا باخد مسكن مش اكتر. لكن الحقيقه ان هو بيفضل عنده الاحساس دوت موجود على طول. بيفضل يوميا ياخد المسكن، وممكن ياخده كذا مره خلال اليوم، وما بيبقاش مدرك للاضرار المهوله اللي هتحصل له بعدين من المسكن ده. في خطرين كبار قوي، وبعدهم واحد اقل منهم شويه، هم دول اللي هتكلم عليهم النهارده. الخطر الاولاني بيكون على معدتك. معظم انواع المسكنات بتأذي المعدة، ومع الاستخدام طويل المدى للأسف ممكن توصل لحاجات خطيرة جدا زي البرفوريشن، أو يحصل لك ثقب في المعدة. أيوة، ثقب، خرم كده بيحصل لك في جدار المعدة من كتر استخدام المسكنات. وطبعا هو طبعا ما بيجيش مرة واحدة، لا هو بيبتدي الأول إن أنت لا ممكن يجي لك قرحة، أو ممكن تبقى حاسس الأول بمغص، المغص بيتحول بعد كده لقرحة، القرحة بعد كده ممكن لا قدر الله توصل لأنها تكون ثقب في المعدة. الخطر التاني الكبير هو على الكلى وعلى وظائف الكلى. الكلى طبعا هي اللي عمالة بتطلع الكلام ده من جسمك، بتتأثر تأثر كبير قوي. وللأسف في حالات كتير معروفة للناس كلها، وبالذات في الوسط الطبي، للناس اللي كانت بتاخد مسكنات بشكل كبير جدا، وبعدين هوب دخل في الايرلي رينال فيلير او في فشل كلوي في بداية المراحل، ولو ما تلحقش الأمر بيتطور معاه لفشل كلوي تام. فده كان الخطر التاني الكبير أوي. طبعا في حاجة تالتة بس هي أقل نوعا ما في الخطورة، وهو التوليرانس بتاعك. انت مع الوقت بتبني توليرانس، فممكن والله مثلا كانت شوية صداع ممكن يروح بشوية باراستامول ولا مسكن خفيف ولا ايا كان. لكن مع الوقت وعشان انت بتاخد من الدواء ده على طول، فما بقاش الدواء ده بيعمل معاك حاجة. فتيجي بعد كده تعلي، فتعلي هتعمل ايه؟ هتطلع من الباراستامول مثلا على مركب تاني. المركب التاني عشان انت بتاخده كتير برضو، فما بقاش يعمل حاجة مع الصداع اللي عندك. شوف انت بنتكلم في صداع مثلا ممكن يكون حاجة بسيطة جدا، صداع، وجع في ايد، في كتف، في ايا كان. فيبتدي المركب التاني ده برضو بعد فترة يبطل يعمل مفعول مع جسمك، فتبتدي تعلي وتاخد مركب تالت ومركب رابع. وطول الوقت ده انت برضو عمال بتأذي في معدتك، وبتأذي في كليتك. وزي ما قلت لكم ان التوليرنس بتاعك بيختلف، فكل مركب كل ما تتعود عليه تلاقي نفسك فجأة ايه، ما عادش بيعمل معاك اي حاجة. ايه الحاجة اللي بنصحكم بيها؟ بلاش تاخد المسكن عمال على بطال. ويا سلام يا سلام لو انت ما خدتش المسكن ده اصلا غير لما الدكتور يقول لك. الدكتور هو اللي هيحدد لك، يقول لك والله انت محتاج مسكن ولا مش محتاجه. ولما الدكتور يكتب لك انك تاخده 3 ايام، تاخده 3 ايام بس، ما تزودش عن كده. لما الدكتور يقول لك خده 5 ايام بس، تاخده 5 ايام برضه، ما تزودش عن كده. يعني ما هوش حاجة حلوة، او ما هياش يعني مش حاجة ينفع تزودها من نفسك. رجاء يا جماعة خلي بالكم من النقطة دي، لأن للأسف الماركت المصري فيه كمية استهلاك غير طبيعية للمسكنات أو الأنالجيسكس بشكل مش طبيعي. وطبعا هتقارن الكلام ده على طول بالنسب بتاعة الفشل الكلوي، والنسب بتاعة قرح المعدة، والبرفوريشن بتاع المعدة أو ثقب المعدة، وكل المشاكل الكبيرة التانية دي. كل ده مربوط ببعضه. ما تاخدش الدواء ده غير لما الدكتور يوصفه لك. الدكتور كشف عليك كتبهولك قال لك خده 3 ايام، تاخده 3 ايام. خده 5، تاخده 5. خده 10، تاخده 10. خده شهر، تاخده شهر. بس يبقى الدكتور هو اللي قايل لك.
دكتور هو اللي هيكون ادرى بحالتك، وهو عارف بيكتب لك ايه، وعارف ايه اللي مناسب ليك، وعارف الكيس هيستوري بتاعك عامل ازاي، وبناء عليه هيقدر يقول لك انت هتاخد ده لفتره كذا وبعد كده توقفه. خلي بالكم من صحتكم يا جماعه. الحاجات دي للاسف ناس كتير غافله عنها، والناس للاسف بتبقى رايحه عماله على بطال على الصيدليه، هات لي حبايتين من كذا، هات لي الشيت من كذا، هات لي الشيت من كذا، وعمالين بنسف في مسكنات واحنا مش واخدين بالنا من الاذى والدمار اللي احنا بنسببه في جسمنا مع الوقت. ليه بقول لكم الكلام ده؟ عشان تخلوا بالكم من صحتكم وصحه اولادكم وصحه اللي بتحبوه. واشوفكم على خير. سلام.